مثلنا اليوم يقول الجدر ما يركب إلا على ثلاث. مساكم الله بالخير جميعا وتقبل الله أعمالكم وصيامكم. يضرب هذا المثل للشخص الذي يزن الأمور بطريقة صحيحة ويدرس الأمور قبل اتخاذ القرار، أي قرار صح يعني ياخذه صح. فيقول المثل الجدر ما يركب إلا على ثلاث. الجدر اللي هي الصفرية أو البعض يسميها الطنجرة. فاللي يبي يطبخ لازم يقول لك على ثلاث توقف، عشان توقف الصفرية أو الجدر. على ثنتين ما راح تميل يعني، فيقول لك هنا. فلازم اللي يعني بيطبخ أو ياخذ هاي الأناء الجدر يحطه على الضوء على ثلاث، يركب على ثلاث عشان يصير توازن. فهذه نفس العملية يضرب للشخص اللي يوزن الأمور، يعني حتى الكلمة اللي بيقطها لازم يكون موزونة، يكون في محلها، أو يوزن الأمور بطريقة صحيحة ومدروسة ما يهد روحها يعني. ويعطيكم الصحة والعافية.